صلوا على النبي بقى وتعالوا نعمل مع بعض احلى كفتة تحفة، وهتنفعك بقى في الايام المضغوطة كلها برد دي. بجد اكلة بسيطة وسهلة وسريعة جدا ومش هتاخد منك اي وقت، وبربع كيلو من اللحمة هتعملي الحلاوة والعظمة دي تحفة. اللهم بارك، انا عاملة اكتر من ربع كيلو بحاجة بسيطة، يعني بجيب الكيلو بقسمه على 3 مرات. ما شاء الله معايا اللحمة هنا، وفرمت بصلاية كبيرة عليها قرن شطة، في قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، ولو عايزه قرن شطه حامي دي حسب الرغبه، مفيش حد يقدر يقولك اه او لا، اللي عايز حامي يعمل مفيش مشكله. حطيت معاكم المقادير معايا زي ما حضراتكم شايفين. جبت حوالي معلقه من الفلفل الاسود، وبعدين معلقه من بهارات الكفته، وحطيت حوالي معلقتين من الملح. الملح حسب الرغبة طبعا، الملح هترش مني كتير دلوقتي، كنت بحط من كيس بس انا شلته. تمام. حطيت هنا معاكم حوالي اللحمة بتاعتنا، حطيت عليها قولي نص كيلو من اللحمة، حطيت عليه بصلاية كبيرة، بصلتين وسط يعني، حطيت عليهم قرن فلفل احمر صغير وقرن فلفل اخضر، وضربتهم في الكبة. يبقى البصل على الفلفل ضربتهم في الكبة، اللهم بارك. وجبت ال3 معالق بروتين بالظبط، عليهم معلقتين من البرغل، وحطيتهم في ميه سخنه وصفتهم، وحطيتهم معايا زي ما حضراتكم شايفين ووريتكم. تمام. يبقى حطينا هنا البروتين علشان يكتر معاك الكميه وبيخليها اللهم بارك جميله وخطيره، وزي كفته الحاتي بالظبط. هنعمل مع بعض احلى كفته مشويه في الفرن وسريعه جدا. معايا حوالي نص كيلو من البطاطس، انا جبت بطاطستين كبار كده وقطعتهم شرايح تكون رفيعه، شرايح اللهم بارك رفيعه ورقيقه، يعني اي اتخن من الشيبسي شويه، سيكه كده يعني. حطيت بقى معاكم، انا واخده ميه البصل طبعا في الطبق كده، اللي انا بوريها لكم ديت ميه البصله اللي انا ضربتها مع قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وحطيت البصلايه وضربتهم في الكبه كويس جدا، فرمه رفيعه خالص. وبعدين حطيت عليهم اللهم بارك 3 معالق من البروتين، عليهم معلقتين من البرغل، وبعد ما حطيتهم في ميه سخنه صفيتهم وحطيتهم على الخليط بتاعنا. وبعدين دعك كله في بعضه، وتدعكيه كله كويس جدا لحد ما تحسي ان المزيج كله عمل مع بعضه واندمج مع بعضه. انا حطيت معاكم التوابل فلفل اسود وبهارات الكفته وملح فقط، بس مفيش اكتر من كده. مكونات بسيطه وسهله جدا جدا، وهتعملي احلى كفته مع شويه مكرونه. مع احنا هناكلها بالعيش النهارده، بصراحه كان عندي برد وتعبانه جدا، فكنت عايزه اعمل حاجه سريعه. هتنفعك جدا في رمضان، حلوه قوي قوي، مع مكرونه بقى وشويه سلطه، هتبقى خطيره اللهم بارك. وبالف هنا وشفا. المقادير هكتبها لكم برضو تحت عشان انا محدش يتلخبط معايا في المقادير، معلش. هكتبها لكم علشان تبقى مظبوطه معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. ما شاء الله عملت معايا كميه كبيره جدا، والله العظيم يا بنات. انا جايبه كيلو من اللحمه اسمع على 3 مرات، ودوت يعني تلت الكيلو زي ما انتوا شايفين كده. هتقولي لا دي كميه كبيره قوي، والله العظيم يا بنات هي بصلتين وسط صغيرين، حطيت عليهم قرنين الفلفل اللي انا قلت لكم عليهم وضربتهم في الكبه، وبعدين حطيت عليهم 3 معالق من البروتين ومعلقتين من البرغل، وكلها لحمه. ما شاء الله ما شاء الله، تحفه تحفه، الطعم كان تحفه والله، خطيره بجد خطيره، هتعجبكم جدا. وعايزه تكتري البطاطس مفيش اي مشكله، كل بيت حسب مقدرته، علشان البطاطس برضه هتسند جنبك. وانا بحط صراحه بطاطس اوقات اقل من كده بتنشف بقى، بتبقى زي الشيبسي كده، بتبقى طعمها اللهم بارك خطيره جدا. المقادير سهله جدا وجميله. معلش انا عندي برد، اعذروني وادعولي بالشفاء، ويا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو كده، عشان بجد والله انا بتعب على ما بعمل، بصور وبعمل وفي الاخر مفيش اي تقدير. شكرا جدا للناس اللي بتدعمني، شكرا جدا 5 6 اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه، بجد كلامكم بيسعدني جدا جدا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون حاجه بسيطه. شايفين ما شاء الله الكميه جميله جدا جدا، اللهم بارك، حلوه قوي. صلوا على النبي بقى، ما تنسيش في لايك وشير وكومنت حلو كده.
قناتي في ذمة الله يا جماعة. جبت انا بقى لزوم ايه الشقاوة كده معلقة سمنة بلدي كده من عندي، مفيش اي مشكلة. عايزة تحطي اي سمنة نباتي مفيش برضو اي مشكلة. حطيت معلقتين من الزيت، وحطيت حته السمنه البلدي دي على كل صابع كفته كده، وحط حته صغيره، هو كده كده هيسيح وينزل تحت في البطاطس، بيدي طعم خطير خطير اللهم بارك. بجد الكفته دي ولا محتاجه بقى اي حاجه جنبها، تاكليها كده بالبطاطس والكفته بتنزل بهريز اللي فيها وبتبقى خطيره. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يا رب تكون عجبتكم، وبرضه هتنفعكم جدا جدا في رمضان. اعمليها من تحضيرات رمضان معاكي، حضريها وحطيها في الطبق لو عندك دي فريزر وتبقى على السوا على طول خطيرة اللهم بارك، هتنفعك جدا جدا جدا. حاجة عظمة، بجد عظمة. حلوة قوي قوي. الاحمر اللي في الكفتة ده هو قرن الفلفل الاحمر، انا حطيت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وبصلاية، وضربتهم بصلة كبيرة وفرمة ناعمة جدا في الكبة. وبعدين بعد ما ضربتهم ضربة ناعمة جدا حطيت اللحمة، وبعدين البروتين 3 معالق من البروتين عليهم معلقتين من البرغل، معلقة كبيرة بتاعة الأكل. تمام. حطيتهم في مية سخنة وصفيتهم، وبعدين دعكتهم في اللحمة وحطيت فلفل أسود وملح وبهارات الكفتة. مفيش حاجة اكتر من كده. بهارات الكفتة العادية اللي احنا بنجيبها من عند العطار يا بنات، ما فيهاش اي مشكلة ولا فيها اي حاجة. حلوة قوي قوي قوي. وما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، خطيرة. ولو عجبتكم قولوا لي في الكومنتات، ولو عندكم اي مشكله قولوا لي. اهي طلعت اهي ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. طبعا بتكش شويه لان الكفته المفروض ان اللحمه بتاعتها بتبقى فيها دهون شويه، بس بجد خطيره والله، الطعم جوسي وتحفه تحفه. انا كنت صايمه النهارده بقى، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ايام شعبان الجميله، الصيام فيها حلو جدا جدا. ربنا اليوم اللي بنصومه في شعبان ده والتلات ايام اللي هم بتوع النص من شعبان ثوابهم كبير جدا جدا. اليوم بيغفر وبيبعدك عن النار 70 ألف سنة، تخيل.